في حاجات في التاريخ العلماء ما قدروش يفسروها لحد النهارده، حاجات غامضه واحداث مخيفه ورسائل مشفره محدش قدر يفكها. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 الغاز محيره وانت احكم بنفسك، هل هي فعلا صدفه ولا في حاجة مخفية عننا؟ ركز معايا لأن اللي هتشوفه هيخليك تفكر مرتين. مخطوطة فيونيتش، تخيل كتاب كامل مليان رسومات غريبة ولغة محدش عارف يقرأها. المخطوطة دي عمرها حوالي 600 سنة والعلماء لحد النهاردة مش عارفين يفسروا ايه اللي موجود جوه المخطوطة دي. الطائرة الماليزية المفقودة، سنة 2014 في طيارة ماليزية اختفت عن الرادار ومحدش عارف هي راحت فين، لا في حطام ولا ناجين ولا في أي إشارة، كأنها اتبخرت في الجو. مدينة أطلانتس الغارقة، المدينة اللي قال عليها أفلاطون إنها كانت مدينة متطورة جدا ولكنها غرقت في البحر فجأة. لحد النهاردة مفيش دليل قاطع على وجودها، ولكن في أماكن تحت المحيط أو جوه البحر بيبقى فيها آثار وما زالت غامضة لحد النهاردة. لغز جبل دياتلوف، مجموعة من المتسلقين الروس لقوهم ميتين فوق جبل ومتغطيين بالكامل بالتلج. جثثهم كان عليها إصابات غريبة جدا ومفيش أي دليل على وجود أي قاتل أو أي حيوان مفترس افترسهم. دوائر المحاصيل الغامضة، بين يوم وليلة مزارع محاصيل بتتغير شكلها وبتظهر عليها رموز هندسية معقدة وكأنها مرسومة بدقة رهيبة. في ناس قالت ده شغل كائنات فضائية، ولكن احنا طبعا عارفين إن أي حاجة بنغلب فيها بنقول عليها كائنات فضائية، لكن لحد النهاردة مفيش تفسير علمي للي بيحصل ده. قول لنا انت ايه رأيك في الألغاز دي؟ هل شايف انها صدفة ولا في حاجة اكتر من كده؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. وبس كده، دعمك ليا لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اشترك في القناة.